في قلب تونس بدأت ثورة هادئة في ديسمبر 2014. ثورة لم تبنى على الاحتجاجات أو المظاهرات بل على تقليب الصفحات. هذه هي قصة نادي الكتاب التونسي. تأسس نادي الكتاب التونسي على يد عاشق الكتب عبد الكريم بن عبد الله بفكرة بسيطة: إنشاء مساحة يلتقي فيها عشاق الكتب لمناقشة ومشاركة شغفهم بالأدب. في جوهره كانت الفكرة منعشة في بساطتها: أحضر كتابا تحبه، شاركه مع الآخرين، وأطلق حوارات مثمرة. ما بدأ كاجتماعات شهرية صغيرة في مقهى توبكابي بحي لافايت، سرعان ما تحول إلى حركة ثقافية اجتاحت تونس. خلال عام واحد فقط انتشر النادي من العاصمة إلى مدن أخرى، لتشمل الحركة 25 نادياً نشطاً في 22 ولاية. هذا التوسع السريع يعكس تعطش الشباب التونسي للتفاعل الأدبي. أكثر من 5000 شاب وشابة شاركوا بفعالية في هذه الأندية. قدمت مئات الجلسات حيث نوقشت أكثر من 20,000 كتاب في جميع أنحاء البلاد. ولم يكن التأثير مقتصراً على القراء فقط. العديد من الأدباء وجدوا دعمهم الأول داخل نادي الكتاب التونسي، مثل خولة حسني وسامي مقدم، الذين أصبحوا الآن من الأسماء البارزة في المشهد الأدبي التونسي. أضاف النادي أيضاً بعداً جديداً، حيث أخذت بعض الأندية المحلية على عاتقها مهام الحفاظ على الإرث الأدبي، مثل إنقاذ المكتبات في شارع الدباغين وسط تونس أو ترميم الكتب التالفة في المكتبات العامة. في 13 من ديسمبر 2015 احتفل النادي بالذكرى السنوية الأولى، حيث اجتمع الأعضاء والمنظمون من مختلف الأندية ليحتفوا بنجاح هذا المجتمع الأدبي النابض بالحياة. واليوم يستعد نادي الكتاب التونسي لإطلاق جديد بموقع مختلف وفريق تنظيم جديد. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات. لقد أحيا نادي الكتاب التونسي الاهتمام بالأدب بين شباب تونس، وقدم منصة للأدباء الصاعدين ودعم المكتبات المحلية، وخلق مجتمعاً متماسكاً من عشاق الكتب. في عالم يزداد هيمنة وسائل الإعلام الرقمية عليه، يثبت نادي الكتاب أن قوة الكتاب تجمع الناس، تشعل الحوارات، وتلهم التغيير. نادي الكتاب التونسي، حيث تبدأ الثورة مع فتح كتاب. عبد الكريم بن عبد الله، الرجل الذي بدأ هذه الحركة، لم يكن يتوقع أن فكرته البسيطة ستتحول إلى ظاهرة وطنية. كان هدفه الأساسي هو خلق مساحة يمكن فيها للناس من جميع الأعمار والخلفيات أن يجتمعوا حول حبهم المشترك للكتب. حتى الأطفال وجدوا مكانهم في هذا النادي، حيث تم تنظيم جلسات قراءة خاصة بهم، مما يعزز حب القراءة منذ الصغر. ولم يقتصر الأمر على الشباب فقط، بل شمل أيضاً كبار السن الذين وجدوا في النادي فرصة لتبادل الخبرات والقصص. كانت الاجتماعات مليئة بالحيوية والنقاشات المثمرة، حيث يتبادل الأعضاء آراءهم حول الكتب التي يقرؤونها. ومع مرور الوقت بدأت الاجتماعات تنتقل من المقاهي إلى الأماكن العامة مثل الحدائق، مما أتاح لعدد أكبر من الناس المشاركة. وأصبح النادي جزءاً لا يتجزأ من المشهد الثقافي في تونس، حيث يشارك في المهرجانات الأدبية والفعاليات الثقافية. الأعضاء لم يكونوا مجرد قراء، بل أصبحوا أيضاً سفراء للأدب، ينشرون حب القراءة في مجتمعاتهم. كما تم تنظيم ورش عمل للكتاب الطموحين، مما أتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم والحصول على توجيه من الكتاب المحترفين. وتم تكريم العديد من الأعضاء على مساهماتهم في تعزيز الثقافة الأدبية في تونس. كما تم تنظيم أمسيات شعرية، حيث يقرأ الأعضاء قصائدهم ويستمعون إلى قصائد الآخرين، مما يعزز التفاعل الأدبي. وكانت اللقاءات مع الكتاب فرصة ذهبية للأعضاء للتفاعل مباشرة مع مؤلفي الكتب التي يقرؤونها، مما أضاف بعداً جديداً لتجربتهم الأدبية. ولم يقتصر دور النادي على القراءة فقط، بل شمل أيضاً الحفاظ على الكتب النادرة والمخطوطات القديمة، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الأدبي. وتم تنظيم حملات لجمع الكتب وتوزيعها على المكتبات والمدارس في المناطق النائية،
مما يساهم في نشر المعرفة والوصول إلى الكتب. كما تم إطلاق برامج لمحو الأمية، حيث يقوم الأعضاء بتعليم الأطفال والكبار القراءة والكتابة، مما يعزز دور النادي في المجتمع. في نهاية المطاف، كان نادي الكتاب التونسي أكثر من مجرد مكان للقراءة، بل كان ملاذاً للهدوء والتأمل، حيث يجد الأعضاء السلام الداخلي من خلال الكتب. ومع كل كتاب يقرأ وكل صفحة تقلب تبدأ رحلة جديدة مليئة بالاكتشافات والتجارب. نادي الكتاب التونسي ليس مجرد نادي، بل هو حركة، ثورة أدبية، وأمل لمستقبل مشرق. ومع استمرار هذه الحركة يظل الأمل في أن تستمر هذه الثورة الأدبية في إلهام الأجيال القادمة. نادي الكتاب التونسي، حيث تبدأ الثورة مع فتح كتاب.